في مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء من البهجة والأناقة ظهرت واحدة من أكتر الثنائيات المحبوبة في الوسط الفني، كندا علوش وعمرو يوسف. لكن المرة دي مش بس علشان يتكلموا عن الفن، لأ، هيحكوا لأول مرة عن حياتهم الخاصة ويفاجئونا بأسرار جديدة عن شغلهم وعلاقاتهم سوا. في لقاء خاص على قناة النهار خلال ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت الفنانة كندا علوش مع زوجها الفنان عمرو يوسف في حوار لطيف ومليان مشاعر وذكريات. بدأت كندا كلامها عن مسلسلها الجديد ابن النصابة، وقالت إنها متحمسة جدا للمسلسل لأنه بيجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية، وأضافت: أنا مبسوطة قوي بالشغل ده، خصوصاً إنه كوميدي وبحب أشتغل مع فنانين كبار زي الفنانة انتصار، وبصراحة أتمنى العمل يعجب الجمهور. واتكلمت كندا كمان عن حياتها مع عمرو يوسف بعيد عن الأضواء، وقالت: عمرو بالنسبة لي مش بس فنان، ده جوزي وأبو عيالي، وإحنا حياتنا بره الكاميرا عادية جدا زينا زي أي بيت مصري. وكشفت إنها فخورة جداً بعدد الأفلام العربية اللي اتعرضت في المهرجان، وأكدت إن الدورة دي كانت ناجحة جداً ومليانة طاقة حلوة وإبداع. ومن ناحيته كشف عمرو يوسف تفاصيل عن فيلمه الجديد السلم والتعبان 2، اللي بيعتبره الجمهور عودة قوية بعد 25 سنة من الجزء الأول، وقال: الفيلم الجديد جاي بفكرة مجنونة وجديدة عن العلاقات، مختلفة تماماً عن الجزء القديم، وإن شاء الله تعجب الناس. وأكد عمرو إن مهرجان الجونة السينمائي بقاله تأثير كبير في صناعة السينما في مصر والعالم العربي، وأضاف بابتسامة: ما كنتش موجود في الافتتاح، لكن جينا الختام مع العيال بعد ما خدنا أجازة، والمهرجان بجد إضافة حقيقية للفن. وفي نهاية اللقاء ظهرت روح الحب والانسجام بين كندا وعمرو بشكل واضح، اللي خلى جمهورهم يقول إن الثنائي ده مش بس قصة حب، ده حالة فنية وإنسانية جميلة.